الاختراع ده كنت عايز اعمل عنه فيديو بقالي كتير، بس ما حبيتش اعمل فيديو عن حاجة مش هتعرفوا تجيبوها، لانه كان عليه باك اوردر لمدة 3 و4 شهور. اول ما بقى متاح دلوقتي قررت ان انا اعمل فيديو عنه. والاختراع ده هو البلاي ديت من شركة اسمها بانيك، اخف وارفع كونسول محمول ممكن تستخدمه، بس بيتميز عن اي كونسول محمول من النوع ده، ويمكن ده اكتر كونسول انا استمتعت بيه ودايما معايا وانا مسافر. ولو تفتكروا انا اتكلمت عنه في شورت التيك باوتش اللي انا باخدها معايا وانا مسافر، وقلت ان ده ما اقدرش استغنى عنه وهو ممتع جدا لجميع الاعمار. خلينا نتكلم الاول عن الحاجات اللي بتميزه عن باقي الكونسولز المحمولة. في الجنب هنا هتلاقي فيه ايد بتطلع وبتلف، ودي بيستخدموها في كل الالعاب اللي بتنزل عليه، ودي اكتر حاجه بتميزه عن اي كونسول تاني. هنا البلاي ديت بيقرا سرعتك وانت بتلفها ومكان الايد دي فين بالظبط، والمعلومه دي بيستخدمها في الجيم وفي لعب كتير مش هتحتاج تستخدم حاجه غيرها. انا في الاول قبل ما استخدمه كنت خايف من الايد دي، كنت حاسس انها ممكن تتكسر بسرعه، لكن بعد ما جبته واستخدمته انا شايف انها سردي ومتينه، وما اعتقدش انها في اي وقت ممكن تبوظ معاك وانت بتستخدمها، لانها كمان خصوصا انها معموله من معدن مش بلاستيك مثلا، وحتى الهنج بتاعتها برضو معموله من معدن. بس الفكره انك تتعود عليها وتتعود على مسكته وانت بتستخدمها، وبعدها هتلاقي نفسك مش هتعرف تسيبه. وفعلا تجربه ممتعه مختلفه جدا عن اي كونسول تاني. وطبعا في زراير تانية، الاتجاهات وزرارين اللي بيستخدموا في شويه لعب، وزرار المنيو، وزرار معدن فوق بيقفل الشاشه، بس لما بتدوس عليه الشاشه بتسود وتبين لك الساعه، نفس فكره الجيم اند واتش زمان. والزرار ده فيه لمبه وهنتكلم عنها كمان شويه. تاني حاجه بتميز البلاي ديت هي اللعب بتاعته، لانه عاملينها بنظام السيزون. البلاي ديت اول ما تشغله هيبقى عندك لعبتين بس، وكل اسبوع من ساعه ما تشغله هينزل لك لعبتين عن طريق الواي فاي، وهتلاقي اللمبه اللي فوق بتنور عشان تعرفك ان جالك لعب جديده. ولما تفتح هيبانوا كانهم هدايا بتفتحها لحد ما تخلص السيزون ب 24 لعبه مجانا. والفكره ان هم عاملينها بالطريقه دي عن ان هم يديكوا ال 24 لعبه مره واحده، عشان يبقى عندك فرصه ان انت تجرب كل لعب وتختار اللعب اللي انت عاجباك ايه واللعب اللي مش عاجباك. لان انت لو عندك جهاز وعليه 24 لعبه هتختار لعبة او اتنين ومش هتجرب الباقي، وانا شايف ان دي فكرة كويسة جدا. ده غير دلوقتي ان السيزون التاني نزل واللعب بتاعته برضو نزلت عليه مجانا، وانا متوقعتش ان اللعب بتاعت السيزون التاني هتنزل مجانا عليه. توقعت انها هتنزل مثلا برسوم اشتراك او برسوم مثلا على كل لعبة، لكن اتفاجئت لما لقيته بيقول لي نيو كاتالوج والجيمز موجوده واقدر انزلها. وطبعا تقدر تنزل لعب زي ما انت عايز لحد ما تخلص المساحه بتاعتك. اما اللعب نفسها طبعا مش هتكلم عن ال 24 لعبه، بس هتكلم عن اكتر لعبه عجبتني فيه. في لعبه ركوب الموج، ودي لعبه تعتمد على السكور وتقعد تتشقلب وتعمل حركات، بس اهم حاجه ما تقعش، ودي هتكون اول لعبه هتجيلك معاه. وتاني لعبه بتيجي معاه هي من اللعب اللي ليها قصه شبه ستايل بتاع البوكيمون، ولد بيلف بيصور طيور وبيبقى فيه مهمات في النص وتحديات وبازلز، لعبه لذيذه جدا. وفي لعبه عباره انك بتتحكم في اسانسير في اوتيل بطريق، ودي اكتر لعبه عجبتني فيه وبحب العبها. وطبعا في لعب تانية كتير عجبتني، واحلى حاجه فيهم انها لعب بسيطه ممتعه، هتعرف تلعبها حتى لو عندك دقيقتين فاضيين او حتى ساعه، ممكن يسليك لمده ساعه عادي جدا. من الحاجات اللي عجبتني فيه ان هو بينزل له تحديثات سوفت وير بشكل مستمر، خصوصا عشان انا اول ما جبته كان فيه مشكله سوفت وير، لو هو مشحون وانا سبته من غير ما استخدمه بيفصل شحن على طول بعدها بيوم. لكن بعد ما نزلوا له تحديث سوفت وير المشكله دي اتحلت، ولحد دلوقتي هم بينزلوا تحديثات سوفت وير. فده يوريك ان هم قد ايه ان هم مهتمين بتجربه المستخدم، ان هم يظبطوا اي مشاكل اللي في السوفت وير، مش بس من ناحيه الجيمز الجديده اللي بتنزل. نيجي بقى لاكتر حاجه بقى محبطه فيه، هي ان الشاشه مش مضيئه، ورجعنا لايام الجيم بوي، لكن هم عاملينها من ماده بتعكس الضوء بشكل كبير، يعني هتقدر تشوفها بوضوح من اقل نسبه ضوء حواليك. والبلاي ديت ليه جراب كده بيمسك فيه عن طريق المغناطيس، وفي كمان دوك ستيشن فيها سماعه المفروض تنزل له قريب. من الحاجات اللي عجبتني وفاجئتني فيه ان هم فاتحين السوفت وير بتاعه، انت ممكن تروح على الموقع بتاعهم وتخش على الجزء بتاع المطورين وتنزل السوفت وير اللي يخليك تعمل لعب للبلاي ديت، تعمل اللعبه وتنزلها وتجرب زي ما انت عايز. وانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، وحاجه ممكن تشجع ناس كتير بقى سواء صغير او سواء كبير عايز يبتدي مثلا ان هو يعمل لعب، فممكن يبتدي بحاجه زي دي على البلاي ديت، وحاجه سهله ومفتوحه ومجانا. انا استمتعت بالبلاي ديت جدا، وانصح بيه لاي حد عايز يجيب حاجه زي دي تسليه. هو ممكن يكون غالي شويه، هو ب 200 دولار، بس الفكره انت ما تعرفش تقارنه بحاجه عشان ما فيش حاجه زيه دلوقتي. وشايف ان ده برضه اوبشن كويس لو انت عايز تجيبه مثلا لطفل، يبعدوا عن الايباد والتليفونات والحاجات دي والالوان وكل الديستراكشن اللي موجوده، تكون حاجه بسيطه يلعب بيها. ومش بس الاطفال، زي ما قلت انا بستمتع بيه وما بعرفش اسافر من غيره. فلو حد عايز يجيب حاجه زي كده او بيفكر في حاجه زي كده فانا انصح بيه جدا. واكتبوا لي رايكم ايه تحت في التعليقات، هل انتوا حابين حاجه زي كده ولا لا، وممكن تجيبوها ولا لا. ولو عندكم اي استفسارات او تعليقات اكتبوها لي تحت في التعليقات،
اعملوا لايك وشير للفيديو وتابعوني عشان ما تفوتكوش الفيديوهات الجايه. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.